تخيل تريزيجيه ما كانش نزل النهارده، تفتكر كان الاهلي هيتعادل؟ السؤال التاني هو ايه اللي زيزو بيعمله في لقطة الفاول بتاعة اخر دقيقة دي؟ ايه كمية الانانية والطمع اللي تبقى موجودة عند بني ادم ان هو ياخد اللقطة في كرة زي دي ويلعبها بالشكل ده؟ بسم الله نبدأ وعلى الله نتوكل. وحلقة ماتش الاهلي وزد في الجولة رقم 20 من عمر الدوري المصري الممتاز، واللي خلصت بالتعادل ما بين الاهلي وزد 1-1. الاول الاهلي بينزل من المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي على اليمين، هاني وقلبين دفاع هادي رياض مع ياسر ابراهيم، باك شمال بالعمري، مركز 6 مروان عطيه، بن رمضان وامام عاشور تمانيتين، على اليمين طاهر وعلى الشمال اشرف بن شرقي، تحت مهاجم مروان عثمان. اول حاجه عايز اكلمك بس في فكره الروتيشن اللي بتحصل ما بين الشناوي ومصطفى شوبير في العالم كله. في العالم كله الانديه اللي بتعمل روتيشن بتعمل ما بين اللعيبه، وبتيجي في مركز حراسه المرمى ما بتعملش روتيشن الا هنا في مصر. وعلى فكره مش النادي الاهلي اول فريق في مصر ينطبق الروتيشن ما بين حراس المرمى. الزمالك عملها كتير قبل كده في وقت من الاوقات لما كان في عبد الواحد وعبد المنصف في دوري 2021. لما لو الناس تفتكر كانت الروتيشن في حراسه المرمى في الزمالك بيتم ما بين جنش وما بين ابو جبل، لحد في ماتش وادي دجله لما جنش كان هو اللي عليه الدور يلعب وما لعبش، اتخانق مع الكارترون وقتها. وده اللي يعني علاقه جنش بالزمالك انتهت من الوقت ده. فالروتيشن في العالم كله ما بيتمش غير عندنا هنا في مصر، اللي هو يبقى في مركز حراسه المرمى بس. الناس عايزه تحافظ على محمد الشناوي انه يلعب عشان خاطر محمد الشناوي يبقى موجود في كاس العالم. تمام، حقك وحق النادي يحافظ على واحد من كباتن النادي، على حارس من اهم الحراس اللي جت في تاريخ مصر وهو الكابتن محمد الشناوي. بس السؤال هنا، هل الكابتن محمد الشناوي اصبح مفيد؟ لا. يعني مثلا انا هقول لك على حاجه، مصطفى شوبير ضامن ان هو هيلعب الماتش الجاي بتاع المقاولين ان شاء الله اللي هيبقى في الدوري، صح؟ طب تفتكر بقى مصطفى شوبير هيشد جامد في التمرين ومش عارف ايه وهو اصلا ضامن يلعب ولا لا؟ يعني برضه هيخلي بالك المداوره اللي بتحصل ما بين حراس المرمى دي هي مش مفيده زي ما الناس ممكن تتخيل. ليه؟ لان انا اصلا ضامن اني هلعب الماتش الجاي، زي ما انا ضامن ان انا مهما عملت في التدريب لو انا بذلت اقصى ما عندي مش هعمل مش هلعب الماتش الجاي ده مثلا على محمد الشناوي. فخلاص يعني احافظ على نفسي. السؤال الاهم بقى في النقطه دي، انت بتلعب دوري مصري وبتلعب كاس مصر وفي كرة قدم اصلا في مصر، ليه؟ عشان خاطر منتخب مصر، لان في منتخب اسمه منتخب مصر هيلعب كاس عالم بعد 3 شهور، صح ولا لا؟ صح. فايه ذنب كل حراس الدوري المصري ان هم مهما تألقوا مش هيتاخد غير 2؟ لان في 2 من النادي الاهلي لازم يروحوا منتخب مصر، اللي هو محمد الشناوي ومصطفى شوبير. هو كده كده بيتاخدوا، ودلوقتي علشان يبقى الموضوع فير قدام الناس ومحدش يشتكي اصل مصطفى شوبير بيروح وهو بديل، اصل مصطفى شوبير مش عارف ايه، لا، هو الاتنين بيلعبوا فمحدش هيفتح بقه. ايه ذنب منتخب مصر اللي هو ملك كل الشعب المصري 120 ولا 130 مليون مواطن مصري في انتظار كاس العالم اللي هتبقى في امريكا ان شاء الله بعد 3 شهور، يحيينا ويحييكم ربنا؟ ايه ذنب الناس ان الاتنين حراس بتوع النادي الاهلي هيبقوا موجودين عشان بيحصل بينهم روتيشن؟ الكابتن محمد الشناوي مش في مستوى بقاله 3 سنين ولا 4 سنين. الكابتن محمد الشناوي ممكن تتشاط عليه شوطه بتدخل جول، ولو تألق ماتش 3 ماتشات بعده ما بيتألقش. فايه ذنب، ايه ذنب 21 حارس مرمى موجودين في الدوري المصري ان هو يبقى ده الموضوع ويبقى الروتيشن كده؟ مع كامل احترامي علي لطفي هو صاحب اعلى نسبة تصديات في الدوري المصري لحد دلوقتي. تألق في ماتش الزمالك، تألق في ماتش بيراميدز، تألق امبارح في ماتش الاهلي. علي لطفي امبارح صادد بتاع 7 كور. علي لطفي النهارده في ماتش الاهلي صادد بتاع 7 كور. علي لطفي في ماتش الزمالك صادد 4 كور. علي لطفي في ماتش بيراميدز كان صادد 7 كور. وكل دي احصائيات بالارقام موجوده عنك، موجوده عندك. الارقام اللي هي الناس كلها بتتكلمك في الارقام، تيجي تتكلم على مستوى زيزو يقول لك بص ارقامه مش عارف ايه. ما هو الراجل بيلعب 95,000 كورنر، طبيعي هيبقى عامل 50,000 اسيست. الراجل بيشوط هو ضربات الجزاء. لكن قول لي زيزو بيعمل ايه، وهنيجي لزيزو، بس انا بكلمك خلينا الاول في حته ايه، حراسه المرمى. ايه ذنب واحد زي علي لطفي ده بكل التألق ده يبقى مش موجود في كاس العالم بعد 3 شهور؟ لان انت هتاخد حارس من الزمالك ايا كان مين اللي هيبقى بيلعب، وغالبا هتاخد احمد الشناوي. فايه ذنب واحد زي علي لطفي؟ زي ما كان ايه ذنب عامر في بدايه الدوري لما كان متألق مع غزل المحله، لما ما عمره ما راح حتى اخي معسكر في ماتش ودي. فليه تظلم 120 مليون بني ادم عشان خاطر يعني تاريخ حارس مرمى؟ يعني موضوع مش مفهوم. المهم الماتش بيبدأ، عايز اقول لك بعد كل
الضغط الاعلامي من ناحيه اعلاميين النادي الاهلي، وبعد كل المنادات ان جمهور الاهلي يبقى موجود النهارده. جمهور الاهلي فعلا النهارده يمكن دي اكتر ماتش للاهلي في بطوله الدوري الماتش للاهلي في بطوله دي يمكن ده اكتر ماتش للاهلي في بطوله الدوري المصري من بعد ماتش الزمالك يبقى في جمهور بالعدد ده للنادي الاهلي. فشيء يحترم من جماهير النادي الاهلي انها لبت النداء وراحت. ومع كده بتبدا اول 10 دقائق في الماتش تحس الجمهور اللي راح ده هو جمهور زد مش جمهور الاهلي. فين لعيبه الاهلي؟ فين المليونيرات نجوم الاهلي؟ انت الاهلي دلوقتي لو مفيش محمود حسن تريزيجيه في الملعب ما تحسش ان ده فريق الاهلي. والموضوع مش نجوم يا جماعه، يعني الموضوع في حاله تشبع عند لعيبه الاهلي، في حاله ان هم مش حاسين بالضغط اللي حواليهم لعيبه الاهلي. فرقه الاهلي دي لما تم تكوينها كان الهدف الرئيسي ان احنا نعمل حاجه في كاس العالم للانديه، ومع كده فشل ذريع في كاس العالم للانديه، فشل ذريع في كاس العالم للانديه. فالجمهور قال لك ايه يا عم عادي نركز ومش عارف ايه، ومفيش فرقه في الدوري المصري مش هنكسبها 3 و4. ومع كده انت منذ بدايه الدوري المصري الاهلي تقريبا الماتشات اللي لعبها حلو في الدوري المصري كان ماتش المصري بورسعيد اللي الاهلي تعادلوا، مع كده الاهلي كان حلو. ماتش فاركو في بدايه الدوري اللي هو اسوا فريق بيلعب كره في مصر هو فرقه فاركو دي، اللي بالمناسبه احمد السيد زيزو في الماتش ده سجل جولين، ومع كده فاركو ده اسوا فريق بيلعب كره قدم في مصر، اسوا من الاسماعيلي حتى. ماتش كهرباء الاسماعيليه الاهلي لعب فيه بشكل كويس، الماتش اللي اتالق فيه اشرف بن شرقي واللي برده هنجيله اللي انا ما اعرفش كان خارج متعصب ليه النهارده. ماتش الزمالك الشوط الثاني وبنزول حسين الشحات، وماتش سيراميكا في الشوط ماتش سيراميكا الاهلي كان فيه كويس في الشوط الاول. وماتش ماتش النهارده بتاع زد في الشوط الثاني منذ نزول محمود حسن تريزيجيه الشخص الوحيد الذي يحاول في فرقه النادي الاهلي او قائمه النادي الاهلي المكونه من 25 لاعب، وده لان الراجل ده طالع من ناشئين النادي الاهلي، وده اللي اتكلمنا عليه في حلقه قبل كده. وهي فكره ان ايه الاهلي زمان او نجاح الاهلي كان باللعيبه اللي طالعه من النادي الاهلي من ناشئين النادي الاهلي، او اللعيبه اللي بتيجي من فرق منتصف الجدول في الدوري المصري بس عطشانه جعانه تقدم حاجه في الملعب، جعانه تاخد الشهره اللي هتاخدها لما هتلبس تيشيرت الاهلي، اللي ده ما بقاش بيحصل. فمحمود حسن تريزيجيه طلع وسط اللعيبه دي وتألق مع الاجيال اللي كانت عارفه قيمه الاهلي. فعشان كده النهارده هو محمود حسن تريزيجيه هو الوحيد اللي يحسسك بروح الاهلي. الاهلي في 2013 او 2014 خد الدوري بمين؟ خده برمضان صبحي وكريم بامبو. في كونفدرالية 2015 الاهلي بيسجل جول عماد متعب في اخر لحظات الماتش. ليه؟ عشان روح الاهلي وكان في توفيق. هجيلك بقى لحته التوفيق دي عشان عايزين نقف فيها شويه. الزمالك في اوقات كتير في تاريخ الزمالك كان بيقدم ماتشات يعني يحبها قوي جمهور الزمالك، حتى جمهور الاهلي كان بيتريق دايما في الحته دي ان انت بتفرح لما بتلعب ماتش حلو قدام الاهلي بس ما بتكسبش. فالزمالك في اوقات كتير في تاريخ الزمالك خصوصا من بعد 2005 كان يقدم لك ماتش على احلى ما يكون ومع كده ما يكسبش. ده اللي بيحصل في الاهلي دلوقتي. وغياب التوفيق ده هو يعني بتبقى حاجه بقى من عند ربنا، يعني غياب التوفيق ده حاجه انت مش هتتكلم فيها، هي حاجه كده بتبقى من عند ربنا، يعني هو ربنا اللي بيبقى مخليك يغيب عنك التوفيق. فده بيحصل في الاهلي النهارده في كره مثلا محمود حسن تريزيجيه اللي في دماغه، او في كره محمود حسن تريزيجيه اللي امام عاشور لعبها له وضيعها والجون فاضي. ده اللي حصل في ماتش انتر ميامي الاهلي الشوط الاول يطلع مثلا كسبان مرتاح 3-0 ومع كده ده ما حصلش. ده اللي حصل في ماتش المصري ان انت كسبت، ان انت ضيعت فرص كتير ومع كده وضيعت ضربه جزاء في اخر الماتش بتاعت احمد السيد زيزو ومع كده ما كسبتش. ففي غياب توفيق اصلا وحاله نحس جوه فرقه النادي الاهلي. فرقه النادي الاهلي اللي كل الاخبار اللي طالعه عن الاهلي دلوقتي هي اخبار سلبيه. الاهلي حاليا بيفكرني بزمالك الفتره ما بين 2005 لحد 2014 وخصوصا تحديدا يعني 2005 لحد 2009 قبل ما حسام حسن يمسك الزمالك. فتره كان كل اخبار الزمالك اخبار سيئه، فتره كان الزمالك بيبقى عنده نجوم لدرجه ان في اوقات كان بيبقى عنده نجم منتخب غانا اجوجو، عمرو زكي، احمد حسام ميدو، شيكابالا، مش عارف مين، ومع كده الزمالك كان بيبقى سيء واخباره سيئه والفرقه في الملعب ما تحبش تتفرج عليها. الاهلي بيفكرني بالزمالك في الوقت ده حاليا في كل حاجه، في غياب التوفيق، في الاخبار السيئه، مش عارف في ايه وفي ايه. يقول لك اصل تريزيجيه عزم اللعيبه على الفطار ومش عارف ايه.
فتلاقي الاعلام كله عارف راجل عزم اللعيبه. ايه المهم للجمهور مثلا ان تريزيجيه عزم اللعيبه على الفطار؟ بجد والله ايه المهم للجمهور؟ هل الجمهور مثلا اما يلاقي اللعيبه بتفطر مع بعض خلاص كده قشطه ماشي، افطروا مع بعض يا جدعان وحبوا بعض وانتوا بتاكلوا سوا واخسر الماتش الجاي عادي؟ طب هقول لك حاجه كمان، اهو الاهلي ده كان لما تجيله فرصه زي فرصه الجوله دي ان هو بنسبه 95% لو كسب زد هيبقى يا متصدر يا مركز تاني بفرق نقطه واحده ورا الزمالك او بيراميدز، عشان هما الاثنين هيلعبوا بعض بكره فهيدبوا في بعض. فكان الاهلي عمره ما يضيع فرصه زي دي. هو انت على ارض الملعب قيمه تسويقيه ونجوميه الاهلي ولا زد؟ زد فرقه يعني محترمه فوق ما اي حد يقدر يقول عليهم كلمه. عملوا ماتشين سواء مع الزمالك او مع الاهلي على افضل ما يكون، بس على ارض الملعب هو مين نجوميته اعلى؟ اهو فكره التوفيق والنحس دي لما الزمالك زد بيتعادل معاه الماتش اللي فات عن طريق رأفت خليل، وبيرجع احمد ربيع اللي راجع من اصابه اللي ما بيلعبش يشوط شوطه تيجي جول ار2. هو ده التوفيق والنحس. فنرجع للماتش، بقول لك 10 دقايق تحس ان الجمهور اللي جه والحشد الجماهيري ده كله كان من جمهور الاهلي، مش كان جمهور لزد مثلا. يعني كان يعني تم حشد جماهير زد انها تحضر، مع ان زد النادي مالوش جمهور. واحده واحده الاهلي بيدخل في مجريات الماتش بشوطه مروان عطيه. مروان عطيه بيجتهد مؤخرا، الراجل بيجتهد، بس مروان عطيه عنده مشكله يا جماعه، ان الراجل لما بيشوط على الجول رجله حلوه على الجول. شفنا ده مثلا في ماتش حرس الحدود اللي الاهلي كسبه بصعوبه 3-2. شفنا ده في بطوله افريقيا الجول اللي سجله في مرمى بنين. شفنا ده في النهارده في ماتش زد الكره اللي اتألق فيها علي لطفي وبعدها. شفنا ده الماتش اللي فات في ماتش سموحه كان بيحاول وهو سبب من اسباب هدف الاهلي لما نقل الكره ليه بالعمري، وكان بيهاجم وكان بيقود هجمه الاهلي الهجوميه. بس مشكلتي مع مروان عطيه ان مروان عطيه بيعمل الحاجه مره او مرتين طول الماتش وبعد كده بيكبر دماغه انه يعملها، يعني بيكسل انه يعملها مع انه عنده الامكانيات انه يعملها. بيتألق علي لطفي وبيشيل الكوره. فرقه زد بتلعبك اول حاجه، فرقه زد هي شبه فرقه سيراميكا في ان هم بساط قصيره على الارض وبيقدروا يوصلوا لمرماك بكل سهوله. فرقه زد بتسجل الهدف الاول عن طريق ميسي بهدف. عيب قوي عيب قوي دفاع النادي الاهلي، دفاع وحارس مرمى. هما دفاع وحارس مرمى منتخب مصر، ما ياسر ابراهيم مدافع منتخب مصر، محمد هاني باك يمين منتخب مصر، بالعمري هو لعيب دولي في لعيب دولي في منتخب المغرب، محمد الشناوي هو حارس منتخب مصر. لما الكرة تتنقل من الشمال تيجي للمدافع للمهاجم زد اللي يعديها بكل معلمه وبكل حرفنه وكأن المدافع اللي ماسكه من فرقة النادي الاهلي هادي رياض، مدافع مثلا في KG2 كرة قدم، تمام، فيعديها يدخل ميسي يشوطها، محمد الشناوي فاتح رجله الكرة تدخل. طب يعني هقول لك حاجة، في ماتش حرس الحدود في الدقيقة الخامسة محمود بنتاج غلط في كورة جات لي مهاجم حرس الحدود المهدي سليمان المهدي سليمان في تكة خرج قفل زوايا التسديد على لعيب حرس الحدود وصد الكورة. لو كان محمد الشناوي عنده توقع لمسار الكورة ثانية او ثانيتين بدري كان طلع بدري وقدر يتصرف في الكورة زي دي. زد بيسجل الهدف الاول، الاهلي بعد كده بيمسك الكورة ولكن مفيش الخطورة اللي انت ممكن تتكلم عليها. الخطورة اللي موجودة في الاهلي هي خطورة مهارات فردية. امام عاشور مثلا، انا عايز اقول لك دي ثالث سنة لامام عاشور في الاهلي، وامام عاشور هو افضل لعيب في مصر السنة اللي فاتت مش السنة دي. امام عاشور السنة دي اصلا ما افتكرش ان هو لعب 10 ماتشات على بعض مثلا، فامام عاشور هو افضل لعيب في مصر بموهبته بس السنة اللي فاتت، تمام. بس انا يعني بعد 2.5 سنين من وجود امام عاشور في الاهلي قدم الموسم اللي فات على افضل ما يكون. اول موسم كان بيتاقلم ومش عارف ايه، السوبر الافريقي المشاكل اللي عملها مش عارف ايه، فالدنيا كانت قايمه عليه اصلا. جه في السوبر المصري طلع بعض الاخبار من جوه النادي الاهلي ان الاهلي لو خسر السوبر المصري كان ممكن اصلا يتم رحيل امام عاشور. الدنيا كانت برده مقلوبه عليه، ما عملش حاجه في السوبر المصري وقتها، ولكن الاهلي بيكسب الزمالك بضربات الجزاء وبيفوز بالسوبر المصري. بعد كده امام عاشور واحده واحده بيسجل هاتريك في اسك الايفواري تقريبا في بطوله دوري ابطال افريقيا، واحده واحده بيرجع لمستواه وبيبقى اهم لاعب في مصر.
السنه دي الراجل على طول يا مصاب يا في مشاكل مع الاداره. فاللي عايز افهمه هو ايه ذنب جمهور الاهلي ان انت دلوقتي بتجيب اللعيب تستنى عليه سنه وسنتين على ما يديك، او مجرد ما هيديك هيطلب يزود عقده. وده مش امام عاشور بس، ده كل اللعيبه تقريبا في الاهلي بقاله سنين في القصه دي. يجيب اللعيب يصبر على اللعيب سنه وسنتين كمان احيانا، تمام. بعد كده يبتدي اللعيب المكنه تطلع قماش، فاللعيب يديلك، فتيجي بعد ما اللعيب يديلك يطلب يجي وقت التجديد، لا انا عايز فلوس اكتر، فتعمل له شروطه فتجدد له بالشروط بتاعته، فيرجع تاني للمستوى اللي بدأ بيه معاك، وهكذا لحد وقت التجديد الجديد. اذا بجمهور الاهلي في كل اللوب اللي جمهور الاهلي فيها دي بقاله سنين كتير على فكره، مش مع الجيل ده بس. اذا بجمهور الاهلي ان مفيش روح في الملعب غير لما محمود تريزيجيه بيبقى في الملعب. يعني حتى الاهلي لما بيلعب النهارده ماتش زد بشكل كويس، انت بتلعب لما نزل محمود حسن تريزيجيه في الدقيقه 55 عشان هو الوحيد اللي عارف يعني ايه الاهلي. وتاني بعيد لك السؤال اللي بدأنا بيه الحلقه، لو كان محمود حسن تريزيجيه ما نزلش في الماتش ده مثلا، لا قدر الله الراجل مصاب، راجل موقوف، ايا كان ايه اللي هيحصل؟ وسؤال الجمهور الاهلي سواء على السوشيال ميديا او جمهور الاهلي في الشارع او في المدرج، ازاي ما بيتمش التعامل مع محمود حسن تريزيجيه ان هو نجم الاهلي الاول مش اي حد تاني؟ اشمعنى محمود حسن تريزيجيه لما بيغلط ان السكاكين كانت بتبقى يعني ما بتقفش عليه، غيره لما بيغلط الموضوع يوم يومين وبيتنسي؟ اشمعنى؟ اشرف بن شرقي ملوش وجود. وبن شرقي اقسم بالله اشرف بن شرقي ده اكتر لعيب اتكلمنا عليه تقريبا السنه دي. لعيب سيء جدا جدا جدا، بيطلع له كميه اعذار انا ما اعرفش ايه سببها. اشرف بن شرقي الاعذار اللي بتطلع له دي، هل مثلا اشرف بن شرقي اسطوره من اساطير الاهلي فالناس بتمجد فيه؟ هل كل ده عشان الراجل جاي من الزمالك؟ يعني الراجل ما بيعملش مشاكل. طب هو الجمهور ماله ان الراجل طب ما محمد الشناوي ما يا اخي ما بيعملش مشاكل. ماذا يفعل اشرف بن شرقي مع الاهلي منذ يناير 2025؟ نفسي اعرف. داخلين اهو، يعني انت بقالك سنه ونص، داخل في سنه ونص، كل اللي عمله بيسجل في الزمالك، جاب جولين في الزمالك، بيعمل اعلانات كتير. لما انا يجي سؤال تاني عايز اساله، والسؤال ده سالناه في الحلقه اللي فاتت، لما يبقى الوينجين بتوعي غايبين اللي هو زيزو واللي هو تريزيجيه بسبب الاصابه، فانا باخد الفرصه ما بعرقش حتى يا اخي. ما تقوليش ما بيلعبش في مكانه، ما تقوليش اصله مرمي وينج يمين ومش عارف ايه. الراجل ما بيلعبش، الراجل ما بيعرقش، الراجل ما بيتعبش يا اخي. فاشرف بن شرقي مليون اكس. طاهر محمد طاهر بقاله فعلا 6 سنين زي ما كل الناس بتتكلم وبتقول، 6 سنين لم يقدم غير 3-4 ماتشات مع الاهلي وبيلعب على طول، لان الناس خايفه انه يروح الزمالك. ما يروح يا عم الزمالك. انا مش فاهم ايه فكره ان انا عايز اجيب كل اللعيبه من الزمالك وفي نفس الوقت ما اسيبش اي حد يمشي من عندي عشان ما يروحش الزمالك. طب ما انت اصلا الناس واخده مكان في القايمه وهي ما تستحقوش. ايه الفكره ان انا كل صفقاتي في يناير تفشل؟ كل صفقات الاهلي في يناير النهارده تقريبا بره القايمه، كاموش بره القايمه عشان زي ما الاخبار بتقول مش عايزين يلعبوه عشان نسبه المشاركه، عشان خلاص الاعاره دي هتتفركش مجرد ما هتخلص والصيف هيجي ومش عارف ايه. محمود الجزار من وقت ما جه الاهلي تقريبا ما لعبش غير ماتش واحد. احمد عيد نفس الكلام، ماتش واحد كان ماتش البنك الاهلي، اتسبب في الجول، وكان يعني مصطفى شلبي عمل عليه ماتش على افضل ما يكون، والراجل من بعدها ما لعبش في الاهلي. الوحيد اللي بيلعب هو بالعمري. وعايز اقول لك حاجه على بالعمري، الراجل هجوميا مقدم شكل، بس الراجل مش علي معلول عشان ابقى صريح معاك على كل اللي بيحصل. يعني في ماتش سموحه هو السبب الاساسي في الهدف، بس هي الكره كانت سهله في ايد حارس سموحه، كان ممكن يمسكها وكان مش هيحصل كل الكلام اللي بيتقال على بالعمري. في ماتش الجونه كان جيد برضه، بس عنده مشاكل دفاعيه. تعرف منين ان عنده مشاكل دفاعيه؟ ان الاهلي في ماتش سموحه والاهلي في ماتش زد كان بيتم اختراقه من ناحيه بالعمري، وما تنكرش دي. حتى الاهلي في الشوط الثاني وهو داخل فرقه زد كلها في 18 زد بيتم اختراق الاهلي من ناحيه بالعمري. والغريب والمضحك ان فرقه زد كانت بتروح على مرمى الاهلي بكل سهوله. ده اللي انت تستغربه برضه. يعني في الشوط الثاني فرقه زد بتوصل ل 18 الاهلي بسهوله، بس بعد كده اللعيبه بقى تحسها تعبت، اللعيبه اكتفت مش عارف ايه، خصوصا بعد الجون اللي جه واتحسب تسلل.
فكان دفاع الاهلي بيقطع الكره بسهوله، خصوصا ان كان بيبقى لعيب واحد هو اللي داخل على دفاع الاهلي، خصوصا بعد الجون اللي اتحسب تسلل. الحكم بيصفر، بينهي احداث الشوط الاول بتقدم زد 1-0. بتبدا احداث الشوط الثاني، ال 11 لاعب اللي كانوا موجودين في الشوط الاول نفس الكلام، لا حس ولا خبر. امام عاشور ما بيتعبش في الملعب، امام عاشور بيلعب بموهبته. كل الخطوره اللي حصلت للاهلي النهارده في ماتش زد عن طريق امام عاشور، الراجل بيلعب بموهبته، لان الراجل شئت ام ابيت راجل موهوب. الكره اللي شاطها في الشوط الاول، والار2 اللي لعبها في اخر الماتش اللي زيزو لعبها لمحمد شريف ومحمد شريف ريح حاله، والاوفر اللي لعبه من وان تاتش لتريزيجيه والجول كان فاضي وضاعت. فالراجل بيلعب بموهبته لكن مش بيتعب. مش هو ده امام عاشور اللي هو الناس كلها بتمجد فيه، لانه دفاعيا وهجوميا ومجهوده سابق كل حاجه. مش هو ده خالص. بتوصل للدقيقه 55 بيخرج. اللي انا اصلا بص، انا ما كلمتكش عن بن رمضان، فاهم؟ انا من اول ماتش في الموسم تقريبا في الدوري بكلمك عن بن رمضان، تمام؟ اللي انت برضه هتيجي تلاقي بن رمضان ده مثلا تألق ماتش واحد الموسم ده فيما تبقى من الموسم يعني، ويلعب معاك مثلا السنه الجايه او اللي بعد الجايه حلو، بعد كده يطلب بقى ايه؟ تجديد عقده ومش عارف ايه. المهم بيطلع بن رمضان الحاضر الغائب، وده اكبر يعني بص، انا عايزك بعد كده اما تشوف محمد علي بن رمضان في ارض الملعب تفتكر هذا المثل، الحاضر الغائب محمد علي بن رمضان. وبيطلع اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي بيطلع طبعا بيقعد يكسر في ازايز الميه ومش عارف ايه. في حاجه لما زيزو طلع مع رامز جلال قالها، قال انا مش عارف ايه اللي هتغير عند زيزو، انا دايما استضفته قبل كده مرتين وما كانش بالعصبيه دي وما كانش يعني بالنرفز ده. نفس الكلام النهارده اشرف بن شرقي، تقريبا اول مره تشوف اشرف بن شرقي متعصب كده. فاللعيبه اساسا عليها ضغط كبير جدا مش قادره تخرج منه، سواء زيزو او بن شرقي او مش عارف ايه. فاللعيبه اساسا مش قادره. بيخرج بن رمضان وبيخرج طاهر، مش بن شرقي. بن شرقي اللي هيخرج بعد كده وينزل زيزو، بيخرج بن رمضان وطاهر، وبينزل حسين الشحات وتريزيجيه. حسين الشحات هو تاني واحد بعد تريزيجيه يحسسك ان الاهلي لسه موجود، يخليك انت كاهلاوي بتتفرج على الاهلي وانت حاسس ان في ناس شايله هم الاهلي زي ما انت شايل هم الاهلي. انا ما اعرفش سبب ده من حسين الشحات، ان حسين الشحات الموسم ده افضل بكتير من المواسم السابقه، خصوصا من بعد كاس العالم للانديه ولما الناس زمت عليه في هجمه انتر ميامي الشهيره اللي كانت في اخر الماتش. فانا ما اعرفش هل حسين الشحات كل ده عشان عقده خلاص هيخلص وهيبتدي ان هو عايز يجدد، عقده ومش عارف ايه. فحسين الشحات ده اصلا طبع موجود فيه مع الاهلي ان هو على طول قبل التجديد بيتالق وبيبقى اون فاير، ولا التنافسيه اللي موجوده وان هو عايز يوصل للناس فكره ان انا اللي استحق اخد المكان ده مش زيزو. فده اللي مخلي حسين الشحات السنه دي هو وتريزيجيه افضل وينجين موجودين في الاهلي، مش زيزو خالص ولا بن شرقي خالص ولا طبعا طاهر خالص. انا ما اعرفش، ولكن حسين الشحات وتريزيجيه هم اللي بيحسسوك حاليا بشكل الاهلي. وكل الخطوره على فكره حسين الشحات وتريزيجيه، خصوصا تريزيجيه طبعا اللي موت نفسه في كل الكور تقريبا النهارده في ماتش زد. كل الكور بيدخل فيها، كل الكور بيحاول فيها، هو اللي عنده روح الاهلي، تمام؟ فالمهم بينزلوا هما الاثنين، بيتغير شكل المباراه تماما. الكره بتبقى اكتر مع لعيبه الاهلي، لعيبه الاهلي بتهجم اكتر وبتضيع بدل الكوره 2 و3. وبينزل زيزو مكان اشرف بن شرقي. بتحصل طبعا اللقطه الشهيره اللي اتكلمنا عليها، وبينزل محمد شريف مكان مروان عثمان. المهم انت بتفضل بعد كده الكوره مع لعيبه الاهلي. علي لطفي بيتالق، حارس مظلوم جدا ان هو مثلا يعني ما يتبصش عليه حتى في معسكر مارس الجاي ان هو يروح المنتخب، عشان خاطر فيه 2 حراس من الاهلي لازم ان هم اللي يروحوا المنتخب. في شيء غريب وفي ظاهره عجيبه يعني تقريبا بتحصل في مصر بس. ولكن الاهلي عمال يضيع بفضل محمود حسن تريزيجيه، وكلها اجتهادات فرديه. يعني حتى المدير الفني واقف بره، ما تحسش ان في مدير فني هيتدخل هيغير في شكل المباراه، ما تحسش بده خالص. بالعكس، مدير فني تحس ان هو قاعد زيه زيك، ودي علامة تعجب كبيرة. يعني ان شاء الله في وقت من الاوقات هنعمل حلقة عن كل مدربين الاهلي اللي تم استقطابهم مع الكابتن محمود الخطيب. كل مدربين الاهلي، شوف بقى الاهلي مع الكابتن محمود الخطيب بداية من الكابتن حسام البدري. الراجل ده دخل في مشاكل مع اداره الاهلي فمشهور، الراجل ده ما بقاش ليه اي وجود في فرقه النادي الاهلي. لما هو برضه مش دخل في مشاكل قوي، هو جاله عرض افضل في ليبيا ففضل ان هو يروح ليبيا في عز ما كان عامل بالاهلي اداء من افضل مستويات الاهلي من بعد جيل الاهلي التاريخي بتاع ابو تريكه ووائل جمعه ومحمد بركات وي 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 من افضل مستويات الاهلي كان مع الراجل ده. خساره نهائي افريقيا في 2017 قدام الوداد،
ولكن اداء اسطوري في الدوري المصري. جبت مدرب كان سيء جدا اللي هو سانشيز البرتغالي ده، جبت لازارتي مدرب سيء، بيسيرو مدرب سيء. حظك كان حلو في اختيار موسيماني ولكن الراجل ما قدرش يحقق بطولة الدوري، مشيت موسيماني. جبت كولر كان مدرب جيد جدا 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 جدا، ومع كده لما الراجل فضل يصدر مشاكلك للاعلام انت قلبت عليه ومشيته وجبتها بحجة الجمهور ومش عارف ايه. وبمناسبة كولر وبمناسبة اشرف بن شرقي، لو الناس تفتكر في يناير 2025 كان الاهلي خلاص قاب قوسين او ادنى من التعاقد مع اللاعب اللي كان اسمه قدس، اللي كان متألق وعامل شغل عالي قوي في الدوري السويسري. كولر كان هيموت ويجيب الراجل ده. وقتها اداره الاهلي نكايه بس في جمهور الزمالك فضلت انها تجيب اشرف بن شرقي، والناس كلها عارفه ان كولر ما كانش موافق تماما على اشرف بن شرقي، نظرا للياقه اشرف بن شرقي الضعيفه، نظرا لكبر سن اشرف بن شرقي، نظرا لان اشرف بن شرقي ما بيساعدش اصلا في الحالات الدفاعيه. وشفت النهارده هدف زد، الراجل حتى سايب بالعمري لوحده خالص في الحته الدفاعيه، والراجل يوم ما بيدافع هو بيحلق بس. ولعيبه الاهلي كلها بتحلق بس، مفيش لعيب في الاهلي يعني بيطبق الدفاع اللي هو بالشكل الصح. كل جبت ريبيرو في اهم بطوله في تاريخ الاهلي، المفروض كاس العالم للانديه اللي فاتت دي، اللي على اساسها تم تجميع كل هذه النجوم وتم تكوين الجلاكتيكوس افريقيا اللي موجود في النادي الاهلي. جبت مدرب لا يفقه شيء عن التدريب باي شيء، وعيب قوي في حق اداره زي اداره النادي الاهلي، فرقه من اكبر الفرق اللي موجوده في الشرق الاوسط، انها تجيب مدرب عشان بس لعب موسم حلو في دوري ابطال افريقيا وخرج من دور الاربعه مع اورلاندو بايرتس السنه اللي فاتت. عيب قوي في حق اداره الاهلي ان يبقى هو ده التقييم النهائي. عيب قوي. بطوله بادوار اقصائيه ليها ظروفها الخاصه، مش عارف ايه، ما استاد مالي السنه دي عامل دور مجموعات على افضل ما يكون، تيجي بقى انت لما تمشي يسترب تروح تجيب لي مدرب استاد مالي مثلا؟ انا عايزك تتخيل معايا عزيزي الاهلاوي، تخيل معايا شيء صغير قوي قوي. يوم الثلاث المحكمة الدولية هتحكم من هو بطل الدوري المصري لموسم 2024-2025. تخيل تم حكم المحكمة بفوز بيراميدز بالدوري المصري للموسم الماضي. متخيل الاحساس هيبقى ايه عند جمهور الاهلي بسبب قرار ساذج ما يطلعش من اداره لنادي من اكبر انديه الشرق الاوسط ان هي تنسحب من مباراه الزمالك عشان ما فيش حكام مصريين؟ متخيل احساسك كاهلاوي هيبقى عامل ازاي؟ بيراميدز اللي بقى بياخد منك الصفقات، بيراميدز اللي قرب يشتري وسام ابو علي، بيراميدز اللي بيعمل صفقات في يناير بتتاقلم على طول وبتدخل في الاجواء على طول. واحد بقى في بيراميدز اللي هو ناصر ماهر بقى هداف الدوري وهو موجود في بيراميدز، واحد كل ماتش ليه بصمه سواء باسيست او بجول او اداء دفاع على افضل ما يكون، وهو حامد حمدان اللي انت ما دخلتش فيه بحجه التكبر وانا الاهلي وازاي لعب اتشرط عليا ومش عارف ايه. لكن لعيبه الزمالك بتجيبها وهي شبعانه كل حاجه وبتبقى منتظر منها انها تعمل لك حاجه وهي مش هتعمل لك حاجه. زيزو بينزل منتهى الانانيه ان هو عايز يعمل هو اي حاجه. زيزو عباره عن مكنه اوفرات، الكره بتجيله لو جات له ناحيه اليمين لازم يرفع، ما عندوش اي حاجه تانية، ما عندوش ان هو مثلا يبص يمكن حد جاي من ورا باصيله يشوط، ما عندوش دي. عنده ان هو حد جاي من ورا باصيله يشوط دي لو هو ناحيه الشمال، لان هو ما بيعرفش يلعب بشماله فهيبصيها ويريحها للي جنبه. رفعه واحده بشماله النهارده شالها مدافع زد، كان شكلها حلو يعني بصراحه برضه. بس هو ده زيزو من وقت ما جه الاهلي، اوفرات 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 بس، كورنرات 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 بس، ضربات جزاء ادخل اشوط بس، في الاخر تولي ارقام ملعونه. الارقام يا اخي والله ملعونه الارقام. كره القدم هي لعبه الفقراء، كره القدم هي لعبه ان الناس حابه اللعيب اللي عينك تحب تشوفه. مارادونا كان بيلعب الكوره عشان يفرح الغلابه. مارادونا لما راح نابولي، راح نابولي عشان يفرح الشعب الفقير اللي في نابولي، ففضل ان هو يلعب في نابولي. مارادونا بقى اسطوره في كره القدم عشان الحاجات اللي زي دي، وعشان هو مارادونا اللي بياخد الكوره بيرقص بالخمسه وبالسته. جمهور الاهلي لما عمل من ابو تريكه اسطوره، عمل من ابو تريكه اسطوره عشان الحاجات اللي زي دي، ان هو اول حاجه لعيب كورته حلوه ولعيب متواضع. زيزو النهارده طالع لي بعد الماتش عمال يعمل لي في شعره كده ومش عارف ايه، زي برضو في ماتش الزمالك في السوبر لما الاهلي كان كسبان 2-0 فالكاميرا جايه عليه وهو على الارض نفس الكلام. انا مش عارف. طب يعني حضرتك لو انت عايز تمثل ممكن تدخل معهد التمثيل وتمثل، بس دي الفكره يا جماعه، ان الاهلي دلوقتي بقى بيتم اغراء اللعيبه بحاجات كتير بره الكوره، وتيجي في الاخر منتظر منهم يعملوا لك حاجه جوه الكوره. ما هم عملوا قبل كده في الانديه اللي لعبوا فيها،
وخصوصا لعيبه الزمالك هم عملوا وحققوا كل حاجه. ما تنتظرش ان هم يعملوا لك حاجه. وارد الاهلي يلعب ماتش الزمالك مثلا في الدور الثاني ويكسب الزمالك، وارد الاهلي مش عارف يلعب له ماتش حلو قدام الترجي في افريقيا مش عارف ايه. بس هل ده اللي كان متوقع من كل النجوم اللي موجوده في الاهلي دي في بدايه الموسم، ان انت تيجي وانت خلاص داخل على اخر ربع في الموسم ما تقدرش تعد 10 ماتشات للفريق ده لعبهم بشكل جيد، وكل حاجه ارمي على المدرب ارمي على المدرب؟ امال اللعيبه اللي انت جايبها بملايين دي، اللعيبه اللي بتحقق ملايين المشاهدات في تقديم الصفقه على السوشيال ميديا، منتهى العك بصراحه. فالاهلي بيكمل في ضغطه، زيزو بيرفع فاول، علي لطفي الغلطه الوحيده في الماتش بيغلط، تريزيجيه بيدخل لانه راجل مجتهد ولانه حاسس بروح الاهلي، فربنا بيكرمه مؤخرا ان تقريبا طول ما تريزيجيه في الملعب والاهلي بيسجل بنسبه 90% او اكتر من 90% كمان تريزيجيه هيسجل لك هدف. بيسجل تريزيجيه هدف التعادل وما بيهداش، لا بالعكس الاهلي بعد كده بيكمل وبيضيع فرصه اللي بقول لك امام عاشور رفعها له من وان تاتش، الحظ ما خدمش فيه زي ما بقول لك، فكره التوفيق والحظ اللي بقت غايبه عن الاهلي خالص. الحكم بيحسب 9 دقايق وقت بدل ضايع، لعيبه الاهلي بتكمل في كوره بقى غريبه قوي في الوقت بدل الضايع ده، جت لمحمد هاني، محمد هاني بيشوطها لك على الطاير بتروح في السماء. كابتن النادي الاهلي، تخيل الكرة دي محمد هاني مثلا عملها كتير قوي هي، وكرة تانية بتبقى جايه له فبيستلمها ما بيعرفش يعمل عليها كنترول فبتطلع منه في الاوت او بتطلع ضربة مرمى. الكورتين دول محمد هاني تقريبا بيعملهم، الشوطة اللي هي ما جاتش غير مرة واحدة تقريبا في كاس العالم للانديه، كان الاهلي تقريبا بيلعب بالميراس البرازيلي وقت ما موسيماني كان هو المدير الفني للاهلي، جت جول. وده اللي خلى جمهور الاهلي بيتفائل بمحمد هاني في ماتشات كاس العالم للانديه فقط، وعلى طول بيشوط الشوطه دي وعلى طول بتيجي في السماء الا في الماتش ده تقريبا، ويحاول ان هو يعمل كنترول على الكره تخبط في رجله وتطلع يا ضربه مرمى للفريق المنافس يا اما بتطلع اوت. ده على طول محمد هاني كده، خلي بالك كابتن من كباتن النادي الاهلي. في تطور فني السنه دي، في تطور في الشخصيه كبير السنه دي، بس انا لما ابقى كابتن من كباتن النادي الاهلي وتجيلي كره زي دي في الوقت بدل الضايع وفرقتي متعادله وهضيع فرصه ان انا لو كسبت هبقى خلاص دي اول دوري لاول مره هذا الموسم بشكل ان انا هبقى لوحدي مش بشكل مؤقت ومستني النتائج المنافس بكره، او على الاقل هبقى تاني دوري برضو لاول مره هذا الموسم او لتاني مره هذا الموسم بشكل منفرد مش بشكل مؤقت، واشوط الكره كده بكل الاستهتار. بعد كده كوره بمجهود فردي من حسين الشحات، تاني نجوم الاهلي السنه دي في الناحيه الهجوميه، بتيجي لتريزيجيه، غياب التوفيق، تريزيجيه بيشوطها في العارضه اللي هو واحد من احسن اللعيبه اللي في مصر ان لم يكن احسنهم دلوقتي، بيلعب بدماغه تخبط يلعبها بدماغه بشكل جميل جدا ولكن تيجي في العارضه. ولعيبه زد مع كده واقفين صح في الحته الدفاعيه وبيوصلوا فجاه ببساط قليله قوي تلاقي فرقه زد دي وصلت لل 18 بتاعتك زي الجول. فرقه زد باصتين ثلاثه، الراجل طارق علاء من ناحيه اليمين يرفعها، الراجل الافريقي سجلها، كابتن محمد شناوي كان بيتفرج وكان بيبص على الكوره، والحكم بعد كده لغى الهدف بدايه التسلل. كوره زي دي تخيل انت كانت في الدقيقه 64 زد لو سجل وبقت 2-0 انت خلاص، خصوصا ان انت دفاعك اللي هو يعني مثلا الدفاع الاهلي فيه 3 من دفاع، يعني منتخب مصر ده بيلعب مثلا 4-3-3 مثلا يعني تمام، في 3 من ضمن الاربعه اللي ورا مع حارس المرمى 5 اللي ورا، في 3 من فرقه الاهلي اللي هي موجوده النهارده، ياسر ابراهيم محمد شناوي محمد هاني، يبقى بيخترقك بكل سهوله كده. شيء مش مفهوم خالص، والله شيء مش مفهوم خالص. بالعمري عنده لمسات فنيه بس مش علي معلول، وبيتم اختراق بالعمري بشكل مبالغ فيه في الحته الشمال، وسموحه او زد الاثنين لعبوا عليه وكانوا بيعملوا هجماتهم من عند بالعمري. فانت بتمجد في بالعمري عشان انت خلاص يعني تعبت من كوكا، انت تعبت من كوكا ومن محمد شكري ومن الناس دي كلها، انت تعبت من الصفقات اللي الاهلي بيجيبها، انت تعبت من كل الحاجات دي. فدفاع زد واقف صح بيشتت الكوره، بتتحسب فاول لاحمد السيد زيزو في اخر دقيقه. تخيل انت اخر دقيقه وانت واحد من اللعيبه اللي الجمهور معلق عليه احلامه تدخل تلعبه بكل الاستهتار ده لانك بتفكر في نفسك بس ان انا لو جبت الجول هاخد لقطه بقى واروح قدام الكاميرا ومش عارف ايه وانا نجم الدنيا والجمهور كله هينده باسمي والكلام ده كله ولسه راجع من الاصابه. تخيل كل الانانيه والتكبر ده، في الاخر الكره تضيع بشكل مضحك وتتشاط بشكل مضحك قوي يعني من احمد السيد زيزو عشان يطلع لي بعد الماتش يعمل لي شعره كده ويقعد يعمل لي كده
وبيصفر الحكم معلنا انتهاء المباراة بتعادل الأهلي وزد 1-1. وبالتعادل ده الأهلي بيوصل للنقطة 37 في المركز الثالث. وخلاص الأهلي بكرة هيبقى المركز الثالث بشكل رسمي، لان في حاله فوز الزمالك هيبقى زمالك اول، بيراميدز ثاني، اهلي ثالث. في حاله فوز بيراميدز هيبقى بيراميدز اول، زمالك ثاني، اهلي ثالث. في حاله التعادل هيبقى بيراميدز والزمالك في المركز الاول متساويين في النقاط، كل فريق 38 نقطه، والاهلي مركز ثالث ب 37 نقطه. سيراميكا كليوباترا وكمان النهارده تعادل، وبيستمر في سلسله النتائج السلبيه من بعد فوزه على الزمالك في كاس مصر. تعادل مع وادي دجله 1-1 بعد ما كان متاخر بهدف. ثالث ماتش سيراميكا ما يكسبش فيه بعد خساره بيراميدز، ثم تعادل الاسماعيلي، والنهارده تعادل وادي دجله عشان يبقى سيراميكا في المركز الرابع ب 37 نقطه هو كمان. بس سيراميكا لاعب ماتش زياده عن الزمالك وعن الاهلي وعن بيراميدز بعد ما الزمالك وبيراميدز يلعبوا ماتشهم بكره ان شاء الله الساعه 9:30. عايز اقول حاجه برضو قبل ما نختم الحلقه، ان الكابتن محمد شوقي يشكر جدا على الفرقه اللي عاملها في فرقه زد دي. والله الراجل ده فعلا من ضمن الحاجات اللي الراجل ده كان محظوظ فيها ان هو اشتغل في جهاز كارلوس كيروش اللي كان مع منتخب مصر في 2022. الراجل مقدم اداء مع فرقه زد على افضل ما يكون. الراجل ضايق فرقه الزمالك، ضايق فرقه الاهلي، ما حلفوش الحظ مع الزمالك، والزمالك قدر انه يخطف هدف في الاخر بتاع احمد ربيع، ولكن حلفه الحظ وقدر يتعادل مع النادي الاهلي. الراجل بيلعب كرة جميلة جدا، باصات قصيرة، فجأة تلاقيه وصل لمنطقة جزائك. فرقة زد دي أفضل فرقة في الدوري المصري بتشوط على المرمى. فرقة زد دي عندها مصوبين على المرمى على أفضل شكل ممكن. أكيد كل ده شغل مدير فني، مش مجرد مهارة لعيبة وخلاص، لا بالعكس، فرقة انت تحب تتفرج على ماتشاتها بصراحة. فرقة مش بتدافع بشكل قديم، بشكل ممل، لا فرقة بتدافع بغرض معين، بتقف باللعيبة واقفة صح في الملعب، بتقدر انها تخترقك بكل سهولة ببساطة الشورت باص بكل سهولة. فرقة عندها حاجات كتير قوي بصراحة، وعندها لعيبة مميزة كتير. وعلي لطفي كان نجم الماتش الاول بصراحة النهارده. فشكرا للكابتن محمد شوقي على فرقه زد دي اللي النهارده بقت مؤقتا مركز سابع. على ما نشوف البنك الاهلي هيعمل ايه في ماتش هو كمان. الاهلي ماتشه الجاي ان شاء الله هيبقى مع المقاولين العرب يوم الخميس الجاي ان شاء الله. مع اداره الاهلي علامات تعجب كتير على تكوين هذا الفريق، على الصفقات اللي جت في يناير اللي كلها باستثناء بالعمري مش موجوده النهارده، على ان انا اشتري نجوم الزمالك وخلاص ما يعملوليش اي حاجه ويجوا لي بعد ال30، على عدم الاعتماد على الناشئين، وان الاهلي ما فيهوش اي ناشئ بيطلع يلعب مع الفريق الاول. اللهم محمد عبد الله، ودلوقتي تم اعارته لفرقه سيراميكا، على غياب الروح عن لعيبه الاهلي باستثناء تريزيجيه وياتي بعده حسين الشحات. مروان عطيه راجل مجتهد. غياب التوفيق عن فرقه النادي الاهلي، يعني الاهلي ضيع فرصة الصدارة بشكل غريب، ودي من الحاجات اللي قليل لما بتحصل في الاهلي، ولما بتحصل الاهلي ما بيلحقش يلحق نفسه وياخد الدوري في الاخر. واللي انا شايفه دلوقتي بيحصل في الدوري هي حاجة شبيهة بدوري 2022 اللي فاز بيه الزمالك بعد ما كان بعيد قوي وقت ما جه جيزفالدو فيريرا. الزمالك اللي بكل ظروفه دي قادر ينافس، ليه حق جمهور الزمالك يبقى مبسوط، وليه حق جمهور الزمالك يبقى سعيد كده، لان في روح، في سعادة. شوف النهارده تريزيجيه حتى في هدف التعادل بيحتفل لوحده، عكس لعيبه الزمالك لما لعيب بيجيب جول كل اللعيبه بتلاقيها حواليه. ومره كان حد اتكلم في فيديو ان الحاجات دي بتفرق قوي نفسيا في كره القدم. كان اتكلم بعد السوبر الافريقي ان لعيبه الزمالك كانت واقفه كلها حضن بعض، واقفين صف واحد كلهم قلبهم على بعض، عكس لعيبه الاهلي اللي كل لعيب واقف لوحده، وكل لعيب شايل الهم لوحده، وشايل يعني بيدور على اللقطه لوحده لو الاهلي كسب. وده اللي خلى في الاخر الزمالك هو اللي يكسب ماتش السوبر الافريقي بتاع هدف التعادل بتاع ناصر منسي. فنفسيا في كره القدم الحاجات دي مهمه قوي يا جماعه، مش بالعزومه وان انا اصدر للاعلام ان الدنيا تمام في اوضه اللبس، وان انا كل ما اطلع في برنامج استظرف واستخف في دمي ان ده الدنيا والعه في اوضه اللبس ده مش عارف ايه، لان الجمهور ما بيضحكش عليه خالص خالص. شكرا محمود حسن تريزيجيه، وياتي من بعدها حسين الشحات اللي برضو في اخبار طالعه ان هو اصلا هيروح ليبيا، والراجل خلاص يعني بيختم مشواره مع الاهلي الله اعلم. ولكن اكتر لعيب تحس فيه ان هو عنده شخصيه وروح الاهلي، وعنده كوره يقدمها، مش مجرد شخصيه وروح الاهلي وهو الراجل ابيض، لا اكتر لعيب تحسه عنده شخصيه وروح الاهلي في الملعب وهو عنده كوره كمان يقدمها محمود حسن تريزيجيه. كنت معاكم انا خالد، تحليل ماتش الاهلي وزد اللي خلص بالتعادل في الجوله رقم 20 من عمر الدوري المصري الممتاز. استنونا بكره وحلقه ماتش الزمالك وبيراميدز. وعايز اقول لك انا بتوقع، وما اعرفش التوقع ده جاي لي منين، بس انا بتوقع ان الزمالك هيكسب بيراميدز
بتوقع عدي الدباغ هيسجل، وان هو عدي الدباغ هيبقى نجم الماتش وهيبقى هداف الدوري بشكل منفرد بكره في ماتش بيراميدز. معرفش الاحساس ده جاي لي منين، بس انا بتوقع كده ان الزمالك ممكن يكسب 1 او يكسب 2 او يكسب فرق هدفين يعني، وعدي الدباغ هيبقى ليه مساهمه في الماتش، لان انا شايف زمالك 2022 قدامي اللي جاي من بعيد ومن مشاكل وبيحقق الدوري في الاخر. بس كده، كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم، سلام.